بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني. يلا بينا ندعي بعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وفك كرب كل مكروب ويصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة للثانوية العامة، ربنا يكبر خاطرهم وينجحهم ويفرحنا بهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بقى نخش على الرغاوي وعلى المية وعلى يلا يا ولاد بلبطه النهارده هنبلبط. كنت جايبه شويه منظفات لان ما كانش عندي اي حاجه خالص. جبت مسحوق وجبت صابون سائل وجبت كلور، كل الحاجات دي من اللي هي السايبه يعني، وجبت سلك مواعين وجبت الحاجات اللي هخلطها على المسحوق. والعرض دي كان عليه ازازه صابون، وجبت كمان ايه اللي هو المسحوق عشان اغسل يعني نغسل السجاد النهارده، ايه يوم البلبطه في السجاد. شويه السجاد دول كانوا عندنا، قلنا ندوم حماية العيد كده. انا اصلا والله ما كنت هغسل حاجة وخلاص. انا اساسا كنت يعني ايه فاقدة الامل ان انا اكمل يعني، بس الحمد لله انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، ربنا يديمها نعمة ويدينا الصحة. عايزاكم تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم، اي حد بيحبني اي حد بيشوف الفيديو، دعوة حلوة كده من قلبكم بصالح الحال ان ربنا يحوش عننا، اللهم امين يا رب العالمين، وادينا الصحه كده ان احنا نقدر نقاوم. رهف بقى ما صدقت النهارده بلبطه. جبت من اللي هو اسمه ايه باهي ده، واحط شويه كلور وكيس اوكسي اللي هو الجل، واي منظف عندك. احنا بنغسل باي حاجه يا جماعه والله العظيم، مش لا خلطه ولا اي حاجه، اي حاجه عندك زي الفل. اي شويه ميه وصابون هيغسلوا وينضفوا اساسا السجاد يعني، ما عليهوش حاجه والله، وميته نضيفه وزي الفل، واحنا يعني بنحارب عليه. ده كله شويه عفر بس وخلاص، انما احنا بنعمله بالمكنسه. المكنسه بتطلع كل حاجه فيه والله. يلا الحمد لله. رهف بقى مبسوط النهارده، فرح يا جدعان، النهارده فرح في الميه والحر اللي احنا فيه ده. غسيل السجاد في الفتره دي بقى ايه متعه متعه متعه. ليه؟ عشان الدنيا حر، هدومك بتنشف في ثانيه، واقعدي بلبطي زي ما انت عايزه اقول لكم النهارده شغلنا شويه كتار يعني، بس كنا بننجز قبل الكهرباء ما تقطع والميه كانت قطع، واحنا كده كده بنغسل من الخزان. كنت عماله ادعي ان الميه تيجي، بس الميه يعني الموتور اشتغل في نص الغسيل كده. يلا الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، وكل ايام كده تبقى اعياد وهنا وسعادة وفرح يا رب العالمين. لو وصلتوا لحد هنا كده ولحد المية والرغاوي، ما تنسوش اختكم في كلمة طيبة ولايك منكم كده يفرحني. لو ما حطيتش اللايك اتمنى مادام فتحت الفيديو تحط لايك لاختك، كلمة طيبة كده تتردلك بالمثل وجزاكم الله كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. احنا ما بنعملش حاجه الا بنشجع بعض، اكتر من كده ما فيش يعني. احنا ما بنعملش حاجه خارقه ولا اي حاجه، احنا بنعمل اليوميات العاديه، ان احنا نعتبر بعض ان احنا اصدقاء قاعدين مع بعض، بنسلي بعض، بنعمل حاجه، بنشجع بعض. لو انت عندك شويه عندك سجاده، عندك مشايات، عندك حافظه، عندك اي حاجه تتغسل، بشجعك ان انت تقومي تغسليها. حتى لو انت صدقيني والله العظيم الواحد ربنا الاعلم به، بس قلت لا لازم انا اقوم وافرح ولادي وافرح بيتي. ما كانش الاعياد فيها خير لنا، ما كانش ربنا عمل لنا اعياد. ده اعياد جايه يعني ايه ببهجه وفرح وسعاده. ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده يا رب. ده ايام وشعائر الحج بجد بجد التكبيرات دي من اكتر الحاجات اللي بتسعد قلب الواحد بصوتها، ساعه ما بتبقى في الراديو او في الاذان قبل الاذان بشويه كده، بتبقى حاجه بجد بجد متعه الدنيا كلها. ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب العالمين بزياره الحبيب، اللهم امين يا رب العالمين. دي اخر واحده، اخر سجاده يعني. انا ما حبيتش اطول عليكم، بصوا الفيديو كله اختصار كده اختصار. بصوا يا جماعه انا بعمل الروتينات وبتعب فيها وفي التصوير، فما بلاقيش مشاهدات، فانا حبيت اختصر في الفيديو ده عشان يعني اقلل من وقت الفيديو. وانا كمان يعني ايه لما بكون بصور بياخد مني وقت، انما لما اكون مش بصور اكيد ببقى براحتي، فببقى اكتر سرعه يعني. المهم دي كانت اخر سجاد زي ما انتم شايفين، اللي احنا غسلناهم في جنب دول كلهم ركناهم على جنب كده، وبعدين هنمسك بقى البيت الوقت بالخرطوم. دي اول غسله، لسه له غسله كمان لان لسه عندي حافظه وشويه حاجات بسيطه كده هتتغسل ان شاء الله يعني من غير مقاطعه كده. هنا زي ما انتم شايفين خلصت السجاد وغسلنا البيت من الناحيه دي، وانا كنت شغاله بقى بمسح في المطبخ. مسكت البوتاجاز غسلته، ودي الحته اللي كنت بحطها تحت الحوض كده، حته بطانيه كده بحطها تحت رجليها تحت الحوض عشان تشرب اي ميه او اي حاجه. قلبت الكراسي هنا، وعايزه اقول لكم غسلت شويه المواعين دول كلهم، وكنت عامله حصيره جبنه قريش. انا عملت الجبنه قبل كده معاكم، كنت عامله يعني ايه
جبنه قريش قطعتها، وغسلت الحصيره اللي بعمل فيها الجبنه، وغسلت اعزكم الله باسكت الزباله، ومسكت البوتاجاز خليته فل شمعه منوره من جوه ومن بره. عايزه اقول لكم هنا بعد ما نشفت خلاص اهو الحمد لله. هنا بقى لميت شويه العكاويز دي الكراتين اللي هبيعهم خرده يعني. عايزه اقول هتبيع الكراتين ما عادش حاجه الوقت بتترمي، كل حاجه ازاز الزيت والحاجات دي كلها بحوشها والكراتين واي حاجه عندي وبديها بتاع الخرده وهو معدي اهو. حتى لو هتجيب مش هقول لك 50 جنيه حلوين فضل ونعمه، نجيب بهم اريال ولا نجيب بهم اي حاجه. مليت القله بتاعتي، مسحت المفرش وغسلت الحوض وغسلت دي المواعين. انا ما بعرفش عين مواعين الا لما تتصفى، الحوض نضيفه زي الفل. وكمان البوتاجاز عملته من بره ومن جوه. عايزه اقول لكم ان هو فيديو سريع بس صدقوني كله بهجه من جوايا. انا عارفه ان كله بهجه الحمد لله ان ربنا اداني الصحه وعملت ده، فده بالنسبه لي انجاز. انا كنت امبارح في المستشفى اقسم بالله العلي العظيم، وكنت على امل ان انا مش هعمل حاجه بقى، هي هتعدي كده زي ما تعدي وبظروفها وزي ما يجي. قمت الصبح قلت اللهم اني وكلتك امري يا الله، ربنا ييسر لي اموري وما يحوجنيش لحد ابدا غير لربنا، اللهم امين يا رب العالمين. سميت الله وقمت. والله العظيم حتى جوزي اقسم بالله مستغرب بيقول لي انت قمت؟ قلت له طول ما انا بدعي ربنا ربنا هيقف جنبي، طول ما انا نيتي صافيه الحمد لله فضل ونعمه، ربنا هيدينا على قد نيتي ان شاء الله باذن الله. ربنا يدينا ويديكم على قد نيتكم وعلى قد تعبكم وعلى قد شقاكم مع اولادكم وفي بيوتكم. على فكره دي كلها معاناه ان احنا بنتعب في بيوتنا ده والله العظيم ربنا هيأجرنا عليه ان شاء الله. ربنا يدينا على قد نوايانا، اللهم امين يا رب العالمين، ويدينا الصحه وخير الدنيا كله، اللهم امين. يدينا ويديكم اللهم امين يا رب العالمين. قلنا بقى خلصت، مسحت ونظفت وروقت، والبيت ريحته حلوه كده والنظافه ريحتها حلوه. وانا بعشق الغسيل بالميه. لسه الاوضه بقى، انا عندي الاوضه اللي تحت دي لسه ان شاء الله بقى هنشيل الركنه كده ونطلعها في الشمس ونمسح ونغسل الركنه والحيطان والمروحه. بس انا عملت بره وسبت جوه لسه بقى ايه في يوم ما ننزل ان شاء الله باذن الله الايام الجايه هو يوم هطلع بقى الفرش في الشمس كده ويتشمس ويبقى ريحته حلوه وفرش الكنب، وان شاء الله الدنيا هتبقى فل باذن الله. هنا زي ما انتم شايفين بقى قلنا نعمل كوبايه قهوه كده تروق مزاجنا خلاص بعد الارهاق والتعب ده. قلت اما اعمل كوبايه قهوه كده نشربها. وانا كده كده هعمل اكل ناشف يعني، هعمل جبنه على طماطم، هنعمل فول، هنعمل بطاطس ني في ني، مش هعمل اكل ان هو يعني مش هطبخ وكده، هنقضيها النهارده ناشف والايام اللي جايه بقى تتقضى كده يعني زي ما انتم عارفين. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسعاده ويديلكم الصحه وراحه البال اللهم امين يا رب العالمين. ويملي بيوتكم كلها خير وهنا وسعاده كده يا رب اللهم امين. احلى قهوه تعملها بميه ساقعه او بتلج او ميه بس تكون مش ما تكونش دافيه يعني، تبقى ساقعه كده وتبقى طولة البال على النار كده تبقى مستويه وزي الفل. هنا زي ما انتم شايفين بقى عملت حطيت نص القهوه وبكمل تسويتها النص التاني خلاص كده. عملنا احلى كوبايه قهوه بعد ما نضفنا وروقنا مزاجنا كده. اكيد احنا ما خلصتش يعني، ده انا طلعت فوق عملت شغل ملوش نهايه. انا بشتغل كل يوم بنضف كل يوم بس انا ما بصورش معاكم لان زي ما قلت لكم انا بقعد اصور وبعمل ومحدش بيديني حق في المشاهده، فالله المستعان. اللهم لك الحمد يا رب. اتمنى لكم ايام سعيده واتمنى لكم عيد سعيد وتنظيفات سعيده وايامكم كلها هنا. وقومي يلا بقى شوف اللي وراكي ونشجع بعض. تنسوش اختكم في كلمه طيبه، ما تنسوش اختكم في اللايك الحلو من ايديكم. السلام عليكم ورحمه الله، اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.